يا مساء الفل على بتوع الكوره. وماتش الاهلي وفاركو اللي انتهى بنتيجه 3-0 لصالح النادي الاهلي، اعتقد خلاص بقت واضحه للجميع. اهلي كولر ممتع، اهلي كولر هجومي، اهلي كولر بيوصل للجون كتير. طبعا الكلام ده عن الشوط الاول بس. مكاسب النهارده كتير، ومنها انك بترجع للصداره تاني وبتحقق الفوز بسكور وبتطلع بكلين شيت. بتدخل لعيبه كتير زي القندوسي وكريستو اللي اتصاب ومتولي وديانج، وبتريح كمان لعيبه زي كهربا ومروان عطيه. واي حد هيقلل من الفوز على فاركو فاحب اقول له ان فاركو اخر 9 ماتشات ما خسرش ولا ماتش واستقبل 4 اجوان بس. انت النهارده كسبته في ماتش واحد 3-0. نقطه كمان تحسب لكولر وهي الضربات الثابته، تقريبا كل ماتش بقينا لازم نجيب جون من ضربه ثابته، فلازم ندي الراجل حقه. وحابب اتكلم على كام كوره، وعايز ابدا بحسين الشحات اللي كان مزودها شويتين النهارده ومتدلع. يعني لو بصينا في الكوره دي يقدر يودي القندوسي انفراد بكل سهوله، بس معرفش ايه حكايه المركز ده اللي بيلعب فيه، تحس ان هو دايما بيروح للتفكير الاصعب. وتيجي لنفس الكوره بعد ما تقريبا وصل لل 18 الشحات، هتلاقي ان القندوسي لوحده تماما والجون قدامه فاضي ومفتوح، بس برضه الشحات ياخد القرار الفردي. ونروح للسولية اللي كان لسه نازل ما كملش 10 دقايق ويقدر بسهوله يودي شريف انفراد، لكن طلعت الكوره منه بشكل عجيب جدا. وبصراحه ما اعرفش ايه اللي حصل لكواليتي الباص عند السولية. حتى كان في كوره في نص الملعب بصال المنافس صريحه جدا، علامات استفهام كتير على السولية الفتره اللي فاتت. وحابب اتكلم على كام لعيب منهم الشناوي اللي كان النهارده في كامل تركيزه وكان عنده سرعه استجابه جدا في كل الكور، سواء عرضيه سواء متشاطه سواء على الارض. بقالنا كتير ما شفناش الاداء ده من الشناوي، فالنهارده هياخد 10 من 10. لمحمود متولي المدافع الرايق جدا جدا، وخساره اصاباته الكتير، اعتقد لو موجود هيعمل ثنائيه عظيمه مع عبد المنعم. لديانج اللي النهارده قدم اداء ممتاز جدا، تقريبا كان بيصالحنا عن العك اللي كان حاصل الفتره اللي فاتت. ونيجي للقندوسي نص الملعب الرايق بتاعنا اللي معرفش بصراحه لحد دلوقتي ليه الجون اتلغى، شايفها ان هي ما لمستش المدافع خالص، بس حظك يا ابني. النقطة الوحيدة اللي حابب اتكلم على القندوسي فيها، واعتقد ناس كتير لاحظتها، ان هو عايز يتك على نفسه شوية في الجزء البدني بتاعه. للشحات اللي كان مزود الكرة النهاردة في رجله شوية شويتين وفي سن الدلع، يا ريت اثبت على المستوى اللي انت كنت واقف عليه وخليك ايجابي على الجون. احنا اساسا زهقانين من عبد القادر، فما تزهقناش انت كمان. ونختم بنجم الماتش شريف صاحبي المهاجم العالمي اللي النهارده حط جون عالمي فعلا، فينش 10 من 10. بصراحه النهارده شريف قدم ماتش ممتاز، تحركات وفينش وعمل كل حاجه تقريبا، كان بيستلم كويس وبيباظي كويس، ودي حاجات انا كنت دايما مختلف فيها مع شريف. بس الظاهر ان عادته الكهرباء فرقت معاه كده وسخنته وخلته يظهر بالاداء ده. علق كمان معايا النهارده الفينش بتاعه، حطها بروقان قوي، وكمان عمل قبلها كوره لف بوسطه 10 من 10، وكمان عمل اسيست ممتاز. وطبعا مش هجيب سيره الكوره دي عشان النهارده كان كويس جدا. وسؤال الحلقه، تفتكر باداء الاهلي ده اتحسم الدوري خلاص ولا لسه شويه؟ لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، واعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، واشوفكم الحلقه الجايه على خير.